ما بين الرفض المطلق والقبول التام. تنوعت آراء القوى السياسية والثورية على تعيين الدكتور هشام قنديل رئيسا للوزراء، فها هو تحالف إنقاذ الثورة يستنكر قرار محمد مرسي رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه لم يقم بتكليف شخصية وطنية مستقلة، وهو ما يتعارض مع تصريحات الرئاسة ويتفق معه بعض الأحزاب. هذا المكان في الوقت الراهن كان محتاج خبرة اقتصادية كبيرة قادرة على إدارة الأزمة في هذه المرحلة. الغريب في الأمر أنه هو في أول خطاب ليه أو في أول تعليق ليه قال أن الرئيس كلفني بإدارة شؤون البلاد وأن أنا هبقى مسؤول عن برنامج المائة يوم، وهو بيتكلم عن ال100 يوم، ما تكلمش عن برنامجه كرئيس وزراء. وجهة نظر تدحضها أخرى، فحواها تمنح ثقة ووقتا لقنديل ومرسي، بل وراها حزب البناء والتنمية والحرية والعدالة الذي رحب باختيار الرئيس، مؤكدا أنه شخصية وطنية مستقلة. احنا معاه بنأيده وبنثق في اختياره، وعايزين نسيب التجربة انها تنجح، ونسيب التجربة ندعمها، ان يكون فيه عمل الكل يشارك فيه والكل يعمل لإنجاح الحكومة. هشام قنديل الذي يبلغ من العمر 49 عاما أكد أن حكومته ستكون حكومة تكنوقراط، وأن الكفاءة هي المعيار الأساسي في اختيار الوزراء، مشددا على أن محور اهتمام الحكومة في الفترة المقبلة هو تنفيذ برنامج الرئيس وأهداف الثورة. بغض النظر عن الجدل الذي صاحب تعيين قنديل سواء بالقبول أو الرفض أو التحفظ، فإن اختيار الوزراء سيكون أول تحديات الرجل الذي تواجهه صعوبات معقدة في ملفات الأمن والاقتصاد والأمور الحياتية اليومية التي باتت تؤرق المواطن المصري. توفيق أحمد، تلفزيون دبي، القاهرة. ويبقى معنا توفيق أحمد من القاهرة. توفيق، إلى أين وصلت المشاورات التي يجريها الرئيس أو رئيس الحكومة المكلف؟ يعني أنباء ترددت أنه صباح اليوم تقابل رئيس الوزراء المكلف الدكتور هشام قنديل مع نادية زيخاوي وهي وزيرة الدولة للبحث العلمي، فيما يبدو على أنه مؤشر أنها ربما ستحتفظ بالحقيبة الوزارية أو ربما يعني تنال حقيبة أخرى. المشاورات مستمرة. بعد ذلك توجه رئيس الوزراء المكلف إلى رئيس الجمهورية محمد مرسي، تقابل الرجلان، ناقش آخر المستجدات والتطورات الخاصة ب يعني الانتهاء من تشكيل الوزارة الجديدة. قنديل وعد بأنها ستكون ربما في خلال يومين أو ثلاثة، لا أكثر من ذلك. ربما سيتم تأدية اليمين الدستوري أوائل الأسبوع القادم. طيب توفيق، ولكن ماذا عن المعلومات التي تفيد بتوجه قنديل لإعطاء منصب نائب رئيس الحكومة إلى خيرت الشاطر، وهو طبعا نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، وكذلك أن يحتفظ المشير حسين طنطاوي بحقيبة الدفاع؟ هل تأكدت هذه المعلومات؟ نعم، رسميا ليس هناك يعني شيء من هذا القبيل، لكن على ما يبدو ما الذي حدث هو أنه تم إنشاء حساب على الإنترنت باسم رئيس الوزراء المكلف هشام قنديل. ادعى هذا الحساب أنه سيتم تعيين أو اختيار طنطاوي لوزارة الدفاع ونائب وزير رئيس الوزراء بالنسبة لخيرت الشاطر، لكن هشام قنديل ذات نفسه نفى هذه التصريحات جملة وتفصيلا. طيب، بعض التيارات انتقدت تكليف رئيس الحكومة نفسه، هل لهؤلاء صوت مسموع مثلا يؤثر على تشكيل الحكومة أو حتى يؤخر إعلان هذه الحكومة؟ يعني القرارات الرسمية ربما عالم السياسة لا يؤثر فيها كثيرا على المنظور القريب، ربما يؤثر يعني على المنظور البعيد لحين معرفة ما الذي سيقدمه قنديل. يعني البعض يتحسب وينتظر الأوقات ويعطيه وقتا ويمنحه ثقة في هذه الأوقات الحرجة التي تمر بها البلاد لحين تحقيق شيء ملموس أو لا يحقق شيء، وبالتالي ربما السياسة تؤثر على القرارات الرسمية لكن ليس في هذه الأوقات تحديدا. شكرا لك توفيق أحمد، كنت معنا من القاهرة.